عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل سردين بلدي مقلي. الأكلة دي أنا شخصيا بموت فيها، بجد بعشقها جدا. قبل ما نبدأ بقى الفيديو بتاعنا، لو لسه ما عملتوش اشتراك في القناة اعملوا اشتراك واعملوا لايك وشير للفيديو. بجد الفيديو بتاع النهاردة فظيع حلو جدا. هنعمل كذا حاجة، وجبة كاملة متكاملة. شايفين؟ تحفة. يلا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة هنا عندنا السردين البلدي متنضف كويس جدا من بره، ونقعناه 10 دقايق في مية ورشة خل وملح وليمون. بيتنضف من بره بس لان هو اصلا بلدي حجمه صغير جدا، فمش مهم خالص ان انتوا تفتحوه من جوه. نحضر التتبيلة. عندنا 6 فصوص توم مفروم وفلفل اخضر مفروم حطيته عليه، وبعد كده عصرنا نص ليمونة. ممكن تستعينوا بالكبة او بايد الهون عشان تفرموه. هنضيف بقى التوابل بتاعتنا. عندنا معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الملح، وكمان حطينا نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. هنقلبهم، وبعدها هنضيف ربع معلقة صغيرة من الشطة. لو حابين سبايسي اكتر بتزودوا طبعا على حسب اللي انتوا بتحبوه. واخر حاجة هنحط معلقة من الخل. هنخلط بقى التتبيلة كويس جدا مع بعضها بالشكل ده. كده تمام، بقت جاهزة عندنا. هنزل بيها بقى على السردين وهقلبه كويس جدا. هخلطه كويس جدا وهسيبه زي ربع ساعة. تمام، لازم نتأكد ان احنا قلبناه كويس جدا عشان الكمية كلها تشرب التتبيلة. هنروح بقى نجهز الرز بتاعنا. رز ابيض مصري عادي جدا. لكل كوباية رز بنحط كوباية مية. اول ما تغلي معانا هنظبط الملح بتاعنا، معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل اسود، وهحط رشة من الزيت. واول ما يتشرب هحط معلقة كبيرة من السمنة. اوطي النار عليه لحد ما يتبخر. وعملنا بقى طبق سلطة خضراء محترم كده جنب السردين بتاعنا. حطيت عليه ملح وكمون وليمون. عندنا كمان بتنجان مشوي بنشوه على عين البوتاجاز عادي. هنا خلاص كنت عينت القشرة بتاعته. ههرسه بقى كده بالشوكة، ههرسه كويس. انا بحبه ناعم جدا. حطيت عليه معلقة صغيرة من التوم البودر. لو عندكم توم صحيح عادي ممكن تستخدموه، انا حطيت توم بودر. وكمان حطيت معلقة صغيرة من الكمون ومن الملح. وهنزل بمعلقة كبيرة من الطحينة الحمراء. وبعد كده هنحط معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة صغيرة من الخل. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. هقلبه كويس. في الاخر بقى خالص بتدوقوه بتشوفوا هو محتاج ملح ولا كده تمام. انا بالنسبة لي كان المقادير اللي قلتها تمام. بعد بقى ما هرسناه كويس، ده بقى الشكل اللي عندنا. تحفة بجد، كان طعمها يجنن. نيجي بقى للكفر الاخير. عندنا دقيق ونشا. بتحطوا كمية الدقيق بتبقى ضعف كمية النشا، وهنبهرها بملح وتوم باودر وكمون. هقلب فيها السردين بالشكل ده، بلفه كده بالطريقة دي. وبعد كده بنفضه كويس جدا من الدقيق عشان ما يبقاش فيه اي زوايد. وبعد كده زيت غزير سخن جدا درجة حرارة متوسطة، بننزل على طول بالسردين وهو زيت سخن. مش بقلب طبعا على الجنب التاني غير لما اتأكد ان هو اخد لون. مش بياخد وقت خالص، طريقته سهلة جدا، مفيش اسهل من كده، وطعمه يعني يجن. خلاص كده تمام، وصلنا للشكل النهائي بتاعه. هنطلعه بقى على مصفى او على ورق الرسم، بلاش مناديل عشان ما يتراش. واحنا عايزينه مقرمش كده في سنة القرمشة من جوه، بيبقى حلو جدا وطري. وهنزود كده على السردين من فوق رشة عصير ليمون، هيدي طعم خطير بقى. أكلة بجد مزاج قوي، لازم تجربوها. هوريكم كده بقى واحدة وانا بفصصها معاكم. مقرمشة كده من بره ومن جوه، حاجة فظيعة. هستنى منكم انكم تجربوها، لازم ضروري.
وهستنى كومنتاتكم. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.